ماني لكم المقار لفتح لي الزكان ديال الاتحاد الفقيه بن صالح. ممكن لسنا اول مراسله للزميل أسرحان عبد الحق. سي أسرحان مرحبا. نعم السيد محمد وركاش اسمعك جيدا. نعم. انطلقت مباراة فريق الفقيه بن صالح امام فتح انزكان هنا بملعب البلدي بانزكان من الجولة الخامسة ضمن مباريات الدوري المغربي القسم الثاني. هو سأذكر مستمعينا الكرام بتشكيلة الفريقين. فريق اتحاد فتح انزكان في حراسة المرمى سفيان ايت بي، ابو الهدى زكريا رقم 2، رقم 3 بوفال مصطفى، بدر حليم رقم 4، رقم 6 ايشو، رقم 7 اشتيوي عبد الرزاق، رقم 8 الورقي زكريا، رقم 9 حمادي بانكو، رقم 10 ياسين الرجال، ورقم 11 رضا اليتيم في دكة الاحتياط، رقم 12 مؤمن، رقم 13 اكومي، رقم 14 فضلي محمد، رقم 15 صلاح الزين، رقم 16 جلال. المدرب هو بالمير عبد الواحد، مساعد المدرب حميد معطي. اما بالنسبه لتشكيله الفريق الفقيه بن صالح، في حراسه المرمى نبيل تراث، رقم 2 ماي ماير، رقم 3 محمد العلام، رقم 5 ايوب العطاري، رقم 4 خالد خبابي، رقم 6 عبد الهادي بنان، رقم 7 ايوب كنبوشي، رقم 8 محسن الكويري، رقم 9 سامي النفيفي من المنطقة من مدينة أكادير الذي يمارس ضمن فريق الفقيه بن صالح، رقم 10 الهاني الزيتوني، رقم 11 أمين الوظاف. في دكة الاحتياط عبد الخالق العماري رقم 6، رقم 7 مروان العماري، رقم 15 عبد الخالق ساكور، رقم 8 أيوب برقاد، تحت قيادة المدرب رشيد الحريري بمساعدة هشام عباس. مدرب الحراس هو يحيى الزهري. نعم. انطلقت هذه المباراة منذ نصف ساعة تقريبا، لم تحمل الجديد سوى تسديدة المهاجم بانكو لصالح فريق المضيف فريق اتحاد انزكان الذي سدد لكن لم تشكل اي خطورة على الحارس نبيل تراث. وفي الدقيقة 30 سامي الفيفي ابن المنطقة كما قلت من أكادير كاد أن يسجل الهدف الأول للفريق فقيه بن صالح، لكن تدخل جميل رائع جدا من سفيان ايت بي. للتذكير فقط رقم 7 اشتيوي عبد الرزاق يتحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 32 من هذه المباراة من